ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد العشري وده جسر الأمل. حلقة النهاردة مختلفة لأنها عن حدث تاريخي بيحصل دلوقتي في شرم الشيخ، والعالم كله باصص على مصر. قمة سياسية ممكن تغير شكل الشرق الأوسط كله، والعنوان الكبير هو مصر رجعت تبقى صاحبة القرار. النهاردة مش مجرد مؤتمر، ده تاريخ بيتكتب على أرض مصر في مدينة السلام في شرم الشيخ. اللي حاصل انه مصر رجعت العالم كله، امريكا واوروبا والعرب والامم المتحدة، علشان توقف نزيف الحرب في غزة وتبدأ صفحة جديدة من الاستقرار في المنطقة كلها. مفيش حد قدر يعمل غير مصر، ومفيش بلد لها مصداقية عند كل الأطراف غير مصر، لأن مصر مش بتلعب لمصلحتها بس، مصر دايما بتلعب علشان مصلحة الأمة كلها. والقمة دي جاية بعد شهور من المفاوضات المرهقة، وبعد ما العالم تعب من الدم والدمار، ودلوقتي بفضل الجهود المصرية في اتفاقات مبدئية لوقف إطلاق النار، واتفاق لتبادل الأسرى، وممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية. وده مش كلام جرايد، ده اللي بيحصل على الأرض، الواقع فعلا. مصر فتحت معبر رفح رغم كل الضغوط، ونظمت دخول المساعدات تحت رقابة دولية وسياسية. الكلمة الأخيرة للسلام مش للسلاح، وده هو الفرق بين اللي بيبني واللي بيهدم واللي بيهاجم. القمة دي